تخيلي كده لو في دقايق معدودة قدرتي تعملي ميني بيتزا بأنجح وأسهل عجينة ممكن تجربيها في حياتك، طرية وهشة زي القطن وطعمها أحلى وألذ بكتير من الجاهز، ومعاها أسرع صوص بيتزا أصلي بالسر الخطير اللي هيخلي ريحتها تجيب لآخر الشارع. ولو بتدوري على أسهل طريقة لعمل ميني بيتزا للمدارس والمصايف أو عجينة البيتزا القطنية الناجحة 100%، يبقى الفيديو ده ليكي. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم وتعملوا شير عشان الكل يستفيد. يلا جهزي ورقة وقلم معايا وتعالوا نشوف أحلى طريقة ميني بيتزا مع الصوص الخطير خطوة بخطوة. يلا بينا. معانا نص كوباية حليب دافي هنزل بيها كده زي دمعة العين، ونص كوباية مية برضو دافية تقدري تعمليها بالحليب خالص. معايا دلوقتي معلقتين كبار سكر هنزل بيهم، ومعانا دلوقتي معلقة كبيرة خميرة فورية هنزل بيها، وهنبتدي نقلب كده، نقلب كويس جدا الخليط ده مع بعض عشان السكر يدوب. احنا عارفين ان السكر بيساعد على ان الخميرة تبقى نشطة معانا. هنغطيها بقى ونسيبها 5 دقايق في مكان دافي وارجع لكم تاني. معنا بولة هبتدي انزل بنص كوباية زيت، بس تكون نوعية كويسة دي يا جماعة مهمة جدا، ومعايا كده معلقتين 3 زبادي او نص علبة، ونبتدي نخلط بقى الزبادي مع الزيت كده مع بعضيهم بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. شايفين يا جماعة؟ معانا 3 كوبايات دقيق منخول بس يكون نوعية كويسة متخصصة في البيتزا، ومعانا دلوقتي نص معلقة صغيرة كده بيكنج باودر هنزل بيها، ومعايا رشة ملح كده صغيرة. وبعد كده هعجن بقى كويس جدا بالطريقة دي. طبعا هنعجن لمدة 3 دقايق بالظبط، ما بتاخدش برضو عجن كتير عشان تقطم معاكي كده ما تبقاش فيها مطة. نعجن بقى كويس كده اهوت بالطريقة ديت، ونخلي كل المكونات تختلط بالدقيق، الزيت بقى والزبادي، نغلف كل حبيبات الدقيق. ودلوقتي هننزل بالخميرة، شايفين تفاعلت معانا ازاي؟ ما شاء الله خطيرة يا جماعة. مهم جدا انك لازم تختبري الخميره وتتاكدي ان هي بتتفاعل معاكي. اعجني بقى كده لمده 3 دقايق زي ما اتفقنا بالطريقه دي. لمي بقى العجينه، شايفين يا جماعه؟ العجينه بتكون لينه معانا، مش جامده ولا طريه جامد، بتكون متوسطه بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ سهله جدا وخطيره، اعمليها لاولادك بالهنا والشفا. تقدري تضاعفي الكميه زي ما انت عاوزه، مش هتاخد منك وقت خالص يا جماعه، بدل ما تشتريها من بره وما بتكونش زي اللي انت عاملاها في البيت. شوفوا احنا حاطين عليها لبن وزبادي وحاطين فيها زيت نضيف، يعني عاملينها بطريقه مختلفه عن ما بتشتريها من بره. شايفين العجينه لينه وعامله ازاي؟ هي دي عجينه البيتزا. يلا بعد ما عجناها 3 دقايق، يلا بينا دلوقتي معانا معلقه زيت هندهن الطبق بيها وتروحي دهنه وش العجينه بالطريقه دي. وبعد كده هنسيبها بقى ترتاح معانا، هنسيبها قد ايه؟ 40 دقيقه او لحد ما يتضاعف حجمها، وتغطيها وتحطيها في مكان دافي. يلا بقى مع بعض نعمل صلصه البيتزا. معانا معلقتين زيت وهنزل عليهم ببصلايه مقطعاها فرم صغير كده. شايفين يا جماعه؟ لازم تكون فرم صغير بالطريقه دي، انزلي بيها كده. ما تختلفش بقى البصل احمر او ابيض، مفيش اي مشكله خالص. نشوح بقى كويس كده لحد ما يدبل معانا ويبتدي كده ريحته تطلع وتحسي ان هي ايه، خدت لون بسيط كده بالطريقه دي. شوحي كده شوحي بقى بالطريقه دي. شايفين شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ دبلت معانا خالص. هقول لكم على سر بقى دلوقتي تعملي بيه احلى بيتزا. هاخد جزء من البصل دوت هحشي بيه البيتزا من فوق، هيديكي طعم خطير وفي منتهى الجمال. شايفين يا جماعه؟ جزء صغير ازاي، حوالي نص الكميه. هنركنهم بقى على جنب. معانا دلوقتي عصير طماطم، عصير 3 طماطمات، طبعا انا ضرباه في الخلاط ومصفياه، ودي خطوه مهمه. عاوزه تعملي مكعبات صغيره مفيش مشكله، عاوزه تبشريه براحتك. هنزل بفصين 3 توم كده، ومعايا دلوقتي معلقه صلصه هننزل بيها معلقه كبيره، ومعانا دلوقتي صوص الكاتشب، خدي معلقه صغيره كده مفيش مشكله خالص. ونبتدي نقلب كل المكونات دي مع بعض، هيديكي نتيجه في منتهى الجمال. رشه سكر طبعا عشان احنا عاملين طماطم، رشه سكر كده حوالي نص معلقه صغيره. تبداي تشوحي بقى كل المكونات دي مع بعض تقلبيها كده. يلا دلوقتي ننزل بالتوابل. معانا نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل، نص معلقه زعتر، هننزل بيهم كده ونقلبهم بالطريقه دي. هي دي بهارات بسيطه جدا يا جماعه، بس هتديكي طعم ونتيجه في منتهى الروعه. قلبيها بقى كده وهنسيبها تتسبك بالظبط 5 دقايق بالظبط لحد ما تشرب الميه بتاعتها، وارجع لكم تاني. ودي بعد ما اتسبكت معانا وكده نكون خلصنا صوص البيتزا الخطير. يلا نرفعه من على النار. ودي العجينة بعد ما اختمرت معانا، يلا بينا كده هنقطعها كور صغيرة. تقدري تعمليها بيتزاية كبيرة في صينية واحدة وتحطي عليها بقى أي حشوات أنت بتحبيها. احنا هنعمل ميني بيتزا فبنقطعها قطع صغيرة كده. الحجم الصغير انت عارفين اللي بتشتروه من المحلات الصغير ده، ده اللي هنعمله. سهل جدا وخطير ومش هتاخد منك وقت خالص. وهنعمل برضو بحشوة اقتصادية كده، حاجات موجودة في كل بيت. نكور بقى كده اهوت بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ ابرميها كده بالطريقة دي وسويها كده، بس حاولي تخلي كل حجم الكور قد بعضها.
اسهل حاجه تعمليها يا جماعه البيتزا، بتلمي لك كل حاجه في التلاجة. عندك جبن مركونه، حته جبنه رومي، حته جبنه اسطنبولي، تلمي لك كل حاجه في التلاجة. عندك لحمه مفرومه كده معصجه في جنب. احلى حاجه انها بتلم كل حاجه في التلاجة يا جماعه. عندك صدر فرخه كده مستوي ومحدش راضي ياكله، تروحي مقطعاه وعاملاه شاورما وحاشيه بيه بيتزايه. ودي الكميه بعد ما خلصناها. شايفين يا جماعه من 3 كوبايات عملنا حوالي 15 قطعه. جميله وخطيره وسهله جدا. غطيها بقى كده عشان وشها ما يشققش باي كيس تلاجة عندك او استريتش راب. هنبتدي نركنها على جنب ونبتدي ناخد اول كوره احنا كورناها مع بعض. ضغطه خفيفه كده، ما تفرديش جامد قوي. شايفين يا جماعه معانا دلوقتي كوبايه اي حاجه معياريه بايديكي، مفيش مشكله خالص، وتبداي تعملي لها تجويف كده. شايفين التجويف اللي احنا عاملينه مع بعض دوت. يلا بينا دلوقتي بالشوكه كده تبتدي تخرميها عشان ما تنفخش معاكي او تعلى معاكي. هننزل بمعلقه من صوص البيتزا، معلقه صغيره يا جماعه، شايفين، وتبتدي توزعيها بالطريقه دي. بس ما تجيبيش الصوص البيتزا على الجوانب. هننزل بقى بشويه بصل، فاكرين البصل اللي احنا راكنينه على جنب؟ هو ده بقى. هننزل بيه كده، وفوق كده شويه فلفل اخضر. وبعد كده هننزل عليه بالزيتون. تقدري تستخدمي زيتون اخضر او زيتون اسود زي بعضه، ما فيش اي مشكله خالص. يلا بينا دلوقتي بعد ما حطينا الزيتون هننزل بالجبنه الموزاريلا كده. واحده واحده كده. تقدري تحطي مع الجبنه الموزاريلا شويه جبنه رومي، هيديكي طعم برده في منتهى الجمال. بس اهم حاجه زي ما اتفقنا ما تجيبيش على الجوانب. يلا نرفعها بقى كده معانا صاج او صينيه مدهونه، ونبتدي بقى نرص الميني بيتزا الخطير ده. يلا ناخد قطعه تانية ونبتدي نشتغل فيها زي ما اتفقنا، ضغطه خفيفه بالطريقه دي. ومعانا بقى كوبايه معياريه او كوبايه عاديه، وتقدري تعملي كده اهوت بالطريقه دي. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ ونخرم بقى بالشوكه بالطريقه دي. ونبتدي دلوقتي ننزل بالحشوات. معلقه صغيره من صلصه البيتزا اهي، واحده واحده كده. يمشي على الخطوات يا جماعه. انا بقول لكم واحده تانية عشان تبقي ماشيه معايا صح. شويه بصل من اللي احنا مشوحين. وهننزل بالفلفل، تقدري تحطي فلفل الوان او فلفل اخضر، مفيش مشكله خالص. وهننزل عليهم دلوقتي بالزيتون زي ما اتفقنا، اخضر او اصفر مفيش مشكله خالص. يلا بينا دلوقتي بعد ما نزلنا بالزيتون، بس ما تكتريش عشان ما تبقاش حادقه معاكي. هننزل دلوقتي بقى بالجبنه الموزاريلا بالطريقه دي. ودايما خلي كله في الوسط كده، ما تجيش على الاطراف خالص. تشيليها بقى كده باي حاجه كده اهوت. تبداي ترصيها على طول جنبك في الصينيه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ودي الكميه بعد ما خلصناها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي بعد ما خلصناها هنعمل دهان على الجوانب كده خطير، هيديكي لون في منتهى الجمال. معانا بيضه ومعلقه حليب ومعلقه خل، معلقه حليب عادي. ونبتدي نقلب بالطريقه دي. ونبتدي دلوقتي ندهن الجوانب. الجوانب دي تقدري الجوانب دي بقى ترشي حبه البركه، ترشي سمسم زي ما انت عاوزه تسيبيها ساده كده زي ما انا هعمل، مفيش اي مشكله خالص. ادهني بقى الكميه كلها كده بالراحه. وطبعا هي دلوقتي اختمرت معانا، يعني هنسيبها بالظبط 10 دقايق وبعد كده هندخلها الفرن. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط كده. هتقعد معانا بالظبط لحد ما تاخد لون من تحت حوالي ربع ساعة. وبعد كده شغلي عليها الشواية هتديكي اللون الخطير يا جماعة. يلا بينا هندخلها وارجع لكم تاني. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميلة وخطيرة ولونها وفي حاجة في منتهى الروعة. اعمليها لأولادك سهلة جدا يا جماعة، أحلى بكتير جدا ما تشتريها من بره. شايفين مفرغة ازاي؟ شايفين الهجشان بتاعها وطعمها خرافي. شايفين السوا من تحت عامل ازاي؟ ما شاء الله عليها. وطعمها في منتهى الروعة. حاطين عليها الزبادي وحاطين عليها اللبن. حاجة مغذية لأولادك، أكلها لهم مش هتندمي. ولحد هنا يا حبيبة قلبي يكون فيديو النهارده خلص. بس الأكل الحلو لسه ما خلص. لو عجبتك وصفة الميني بيتزا السهلة السريعة دي وطلعت معاكي العجينة القطنية طرية زي القطن، ولو الوصفة عجبتك ما تبخليش علينا بلايك وكومنت برأيك، وتكتبي لي في الكومنتات ايه الوصفة اللي حابين نعملها المرة الجاية. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان بيفرق معايا جدا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ألذ وأسهل. سلام عليكم.